السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسكوت سهلة وجميلة ولذيذة جدا وهتعجبكم. هنخش على طول على الوصفة. تمام، أنا معايا بيضاية، درجة حرارة الغرفة، رشة من الملح، فانيليا، رشة حلوة كده، وهقلب كل بعض. تمام، وهحط نص كوباية من السكر البودرة. هبدأ ان انا اخلط لحد ما السكر يدوب معايا، وقلبنا الخليط. بصوا بقى فاتح ازاي، احنا عايزينه فاتح كده. هحط نص كوباية من السمنة على الزيت، عايزة كلها زيت ماشي، عايزة زبدة وسمنة ماشي، بس انا بحط زيت عشان الزيت بيخليه مقرمش حاجة بسيطة. يعني لما احط نص الكمية هبدأ ان انا اخلط. وهحط معلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة هرمية، وهقلب. طبعا الفرن بتاعنا شغال، متنسوش احنا قبل ما بنعمل كيك بنعمل اي بسكوت اي حاجة الفرن بتاعنا لازم يكون سخن. خلاص كده، هحط قد ايه بقى دقيق؟ كوبايتين الا ربع. ويا جماعة لو عايزين تزودوا براحتكم. هحط اول كوباية اهي، وهخلط. بصوا بقت معايا عجينة ازاي. انا حطيت كوباية واحدة وهنزل بالكوباية الا ربع التانية. جماعة لو عايزين تزودوا المقدار زودوه، بس لما تيجوا تزودوا المقدار برضو هي بيضاية واحدة مش بيضتين. تمام، وهحط معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اقلب. مش هعجن، لان هي كده هتتكون مفروض معايا عجينة. بصوا بقت معايا عجينة طرية ومش بتلزق في الايد. انا هعمل ايه؟ والخطوة دي اختياري، عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها ما تعمليش. انا هقسم العجينة دي لاتنين او تلاتة، ما انا بقولك دي اختياري. بصوا انا قسمتها كده على تلاتة، عايزة تقسميها على اتنين ماشي، عايزة تقسميها على واحد ماشي. هاخد اول واحدة واحطها في بولة، انا هسيب الكبيرة دي، وهاخد تاني واحدة كده احطها برضو في بولة تانية. عندي 3 بولات. هوضحها لكم، يعني بحاول اوضح لكم كاميرا. 3 اهم،
هعمل ايه؟ هسيب واحده اللي هي الكبيره دي فانيليا زي ما هي، والاتنين التانيين واحده هعملها بالكاكاو، واحده النسكافيه. بصوا يعني هعمل ايه، مثلا كاكاو محلى عادي هاخد معلقه، من اهو، بصوا هحط هنا معلقه من الكاكاو، هحط عليها معلقه من الميه الدافيه، معلقه ومعلقه، ما نزودش عن كده. هبدا ان انا اقلب كده، واحطها على اول خليط، هو ده. وتاني حاجه هاخد معلقه من النسكافيه، مش نسكافيه، نسكافيه اللي هو ايه، سريع الذوبان، تمام. هحط برضو عليه معلقه من الميه السخنه، هدوب دي للناس اللي بتحب النسكافيه طبعا. وده زي ما قلت لكم اهو، زي ما قلت لكم ده اختياري، مش عايزين تقسموه ما تقسموهوش، عايزين تعملوه بالفانيليا بس ماشي، عايزين تعملوه اي طعم بقى اعملوه اهو. وادي شايفينه معايا اهو، ادي اللي بالنسكافيه. وهبدا ان انا اخلط كل ده، عشان هخلط بايدي المكونات دي كلها. بصوا يا جماعه، دي اللي هي بالنسكافيه ريحتها خطيره، دي الفانيليا ودي الكاكاو. بصوا بقى وانا بخلط، عايزه اقول لكم اللي هي فرولت معايا وكانت بتلزق وكده، حطي معلقه دقيق اللي هي بما تعادل معلقه السوائل اللي احنا حطيناها، الميه اللي احنا خففنا بيها، تمام. ودلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عندنا الصاج بتاعنا مدهون، بصوا ادي الصاج بتاعنا ودهناه، هنجيب يعني هنعملها كوره قد كده مثلا اهي، ونكورها، اوريكم بس ازاي نبططها كده، انا بس ايه، عشان انا عايزاها اعملها حجم صغير، عشان كل ما تكون حجمها صغير كل ما تكون احلى، وحتى وانت بتقطميها والولاد بياكلوها هتبقى احلى. بصوا ان انا مثلا اهي هنجيب ظهر السكينه وهنقعد خطوط كده عشوائيه كده بالمنظر ده اهي، وهرصها بالمنظر ده، تمام. نعمل واحده تانية معاكم، ما تنسوش زي ما قلنا الفرن بتاعنا شغال، العجينه لينه وتجنن يا جماعه، ما بتشققش. بصوا ما تيجوا تبططوها ما بتشققش ولا اي حاجه اهي. بصوا بعد كده ناخد مسافه بعيد عن كل واحده وواحده، نعمل واحده هو ده ايه ده النسكافيه، لا نخليه كاكاو، نجرب كده برضو على قد ما اقدر، هعمل حجم صغير عشان اللي بالكاكاو دي للولاد. اي شكل انت عايزاه. هعمل بقى كله وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا احنا عملنا اول صاج اهو،
ده الفانيليا والكاكاو. هدخله على فرن 170 حوالي 10 دقايق. تمام، مش هنكتر عن كده عشان ما ينشفش مننا. والفرن زي ما احنا قايلين سخن. هنحطه في الرف اللي في النص وهنولع تحت بس. دي الصينية التانية. شايفين عملنا شكل عامل ازاي، اتنين في بعض. هدخلها الفرن، ولما يخلص بقى كل الكمية هنشوفها مع بعض شكلها ايه. الريحة خطيرة، طالع معانا من الفرن خطير يا جماعة، لازم تجربوه، جميل جدا. شايفين؟ بصوا يعني تسوية وريحة. بصوا افتح لكم حاجة من جوه. شايفين؟ خطير خطير وبيدوب، مش قادرة اقول لكم. كوباية شاي، كوباية قهوة، نسكافيه، جميل جدا، هيعجبكم جدا جدا جدا. يا رب الوصفة البسيطة دي تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.